السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. اليوم بدنا نعمل وصفة كريسبي كتير قريبة لقلبي، بحبها كتير لهيدي الوصفة وبحب طعمتها. حنعمل الكريسبي المقرمش بالفرن من دون قلي ومن دون زيت. بهالطريقة بيطلع معنا دجاج مستوي من جوا ومقرمش من برا واخد نكهة كلياتها من دون ما نتعذب وننقع الدجاج لوقت طويل، ولا يكون في تعب كتير بهالوصفة. نتيجة مضمونة إن شاء الله وكتير ناجحة. نبدأ بتحضير خلطة الدجاج، والحلو إنه ما بدها نقع، دغري منعملها ومنبلش نشتغل فيها. بيلزملنا 1 كيلوغرام صدور دجاج مسحبة منقطعة شرائح بالطول، ولازم تكون الشرائح شوي سميكة تتكون متل قطع الكريسبي، ما بدنا ياها رفيعة. منضيف على الدجاج ملعقة صغيرة بصل بودرة، ملعقة صغيرة توم بودرة، ملعقة صغيرة من أي نوع حر انتو بتحبوه، هيدي اختيارية فيكم ما تحطوها. نص ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، نصف ملعقة صغيرة كزبرة يابسة، وملعقة صغيرة من بودرة مرقة الدجاج، كتير بتعطيها طعم طيبة. في حال ما متوفرة عندكم فيكن تعوضوا شوي من البهارات اللي حطيناها، بس إذا متوفرة ضيفوها لأنه كتير بتعطي طعم مميز. ومنضيف عليهم ملعقة صغيرة من الخردل، ما تاكلوا هم الخردل، ما بيطلع طعمه واضح بس بيخلي الطعم أطيب، مع ملعقة كبيرة من الخل الأبيض بتشيل أي ريحة غير مرغوبة من الدجاج. منملح حسب الرغبة ومنخلط المكونات كلها مع بعضها حتى تمتزج بشكل كامل، وصارت مباشرة جاهزة إنه نبلش نشتغل فيها، ما في داعي ننقعها ونتركها لوقت طويل بالبراد. هلأ لتغليف الدجاج منحط شوية طحين بصحن، فينا نضيف عليهم ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصوديوم بتزيد لنا قرشة الكريسبي من برا، اختيارية فيكم ما تضيفوها، بتخلطوها منيح مع الطحين. وبكاسة تانية حطيت 2 بيض مع نقطتين من الخل الأبيض، الخل بيشلنا أي ريحة غير مرغوبة، بس انتبهوا ما تكتروا بصير بينزع قوام البيض. بنخفقن منيح حتى يسهل نحط فيهم قطع الدجاج. والمكون الرئيسي بالقرمشة هو الكورن فليكس أو رقائق الذرة. بدنا نطحنهم بشكل خشونة متوسطة، يعني مش كتير كتير ناعم ولا كتير خشن، بدنا إياه بهيدا الشكل حتى يبين علينا من برا ويعطينا القرشة اللي بدنا إياها. بدنا بين كوبين ل3 أكواب حسب الحاجة، بلشوا بكوبين وبتطحنوا بعدين إذا احتجتوا. أهم شي بدنا نحط بس شوي بصحن ونترك الباقي على جنب حتى ما يرطب وينتزع. ومنجهز صينية الفرن ممسوحة مسحة بالزيت النباتي، ومنحطها جنبنا حتى نحط فيها قطع الكريسبي. أول شي منحط قطع الدجاج بالطحين، بعدين بالبيض مننزلها بالبيض حتى تغلف بالكامل، منرفعها ومنرجع مننزلها بالكورن فليكس. مشان هيك قلنا نحط الكورن فليكس كمية قليلة لأنه البيض بده ينزل فيه ويخلي شوية رطوبة على باقي القطع حتى دغري نقدر بعدين نغير وتكون القطع مقرمشة، مش كلهم يصيروا أخدين رطوبة. شايفين شكلها شو حلو؟ ما شاء الله كتير حلوة، كأنها هلأ طالعة من القلي، يعني هسه قبل ما نفوتها على الفرن شكلها كتير حلو. منعيد نفس الخطوات على كل القطع اللي عنا حتى نخلص الكمية. مثل ما قلت قبل حرجع عيد النقطة إنه أهم شي هون بهيدي الخطوات تحطوا كمية قليلة من الكورن فليكس، ما تحطوا الكمية كلياتها لأنه بتصير بتروح كلياتها وحتحسوا إنها أخدت رطوبة وبطلت عم تعطي القرمشة اللي انتو بدكن إياها. هيك القطع كلها مقرمشة وبتكون يا دوب احتكت مع البيض. طريقة كتير سهلة ودغري بيخلصوا معكن، ما بدن وقت، وبيطلع عنا كمية منيحة. يعني طلعت عندي هيدي الصينية وإسا كمان وحدة تانية أصغر منها بشوي. هلا مفوتها على الفرن درجة حرارة 200، تقريبا تاخد 20 دقيقة ل 30 دقيقة حتى تحسوا وأنها تحمرت من تحت وأخدت شوية تحميرة من فوق، وأكيد انتو فيكن تضووا عليها شوي من فوق إذا احتجتوا. بتقدموها مباشرة هي وسخنة، بتستمتعوا بهالقرمشة وبهالطعم الطيبة حتى بس تبرد بتضلها مقرمشة. عن جد وصفة لذيذة من كتير نواحي، من قرمشتها لطعمتها والبهارات اللي فيها وطراوة الدجاج كمان اللي بتطلع عنها. كتير متحمسة انكم تجربوا هدي الوصفة لأنه إن شاء الله كتير حتعجبكم. بعرف إنه أغلبيتنا بيحب الكريسبي المقرمش، فهالوصفة حتعملكم قرمشة رائعة ومن دون قلي.
جربوها واعطوني رأيكم فيها، وإن شاء الله كتير حتنبسطوا بالنكهة وبالطعم. صحتين وهنا.